جماعة، أنا مش بتأخر بمزاجي. انتوا لو متابعيني على الانستجرام هتعرفوا ان انا كان عندي كيس دهني في عيني، وكانت عيني مقفولة ومش بعرف افتحها ومش بعمل اي حاجة في حياتي، فهتقولوا لي الف سلام عليكي. لكن عشان انتوا مش متابعيني بتزعلوا مني، فتابعوني على الانستجرام، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. 2025 ما كانتش سنة انجازات كبيرة، بس كانت سنة تعليم، سنة كده وقفتني مع نفسي ووريتني حاجات كتير كنت بعملها غلط ومحتاجة ان انا اقف قدامها وابطلها في السنة الجديدة. فالفيديو ده مش جلد ذات ومش شكوى، ده فيديو مشاركة حقيقية يمكن حد منكم يشوف نفسه فيها. فجيبوا المشروب بتاعكم ويلا بينا نحكي عن دروس اتعلمتها في 2025 وحاجات هبطلها في 2026. حبيت اعمل ميكس لان اولا مفيش وقت ان احنا نقعد نكتر في فيديوهات، ثانيا اننا دايما بنركز على الحاجات اللي طلعنا بيها من السنة وبنقول انا اتعلمت كذا وكذا 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 وبس. لا، احنا محتاجين اللي اتعلمناه ده ناخده كده ونطلع منه بحاجات احنا فعلا مش عايزين نعملها وفعلا عايزين نبطلها في السنة الجديدة. ولان كل حاجة بنتعلمها بيكون قصادها حاجة احنا بنستوعب ان الحاجة دي احنا ما ينفعش نعملها تاني. فاحنا محتاجين بقى نبدأ نركز ونطبق الدروس اللي احنا بنتعلمها دي، ما تكونش مجرد ان احنا بنقول انا اتعلمت كذا ونروح واقعين فيه تاني. في دبانة عمالة تلف فاحنا هنتجاهلها تماما عشان نكمل الفيديو بتاعنا، عشان انا مش قادرة اقول لكم انا عملت ايه عشان اقعد اصور الفيديو ده. فاحنا محتاجين نصور وننجز ونخلص الفيديو ده على خير. خليني اقول لكم، زمان كنت فاكرة ان كل سنة لازم اطلع منها بنسخة اقوى، اسرع، افضل، احسن في حاجة معينة او انجح. بس اكتشفت في 2025 ان احيانا اكبر انجاز انك تكون اوعى وتكون اكتر فهما لنفسك. النضج والوعي لما نكون مدركين وفاهمين ايه التغييرات اللي بتحصل معانا وايه الحاجات اللي بنتعلمها ونبدأ نشتغل عليها تفرق معانا كتير قوي. وده اللي طلعت بيه من 2025. فحبيت النهاردة أشارككم معايا أخطاء عملتها في 2025 وحاجات محتاجة أبطلها والدروس اللي واخداها معايا ل 2026. أكبر غلط كنت بقع فيه دايما وهو الضغط المستمر على نفسي، واللي علمني إن الراحة جزء من النجاح. بجد من أكبر الحاجات الغلط اللي كنت بعملها في 2025 إني كنت بضغط على نفسي طول الوقت، حتى لو تعبانة حتى لو مش قادرة ببقى لازم أقوم وأعمل وحسس نفسي إن لو ما عملتش حاجة أنا كده مقصرة. واصغر حاجة كنت بقعد افكر فيها كتير قوي واديها اهمية كبيرة يمكن تكون هي مش محتاجة كل التفكير ده ولا كل المجهود ده. وده بيوديني لاني دايما بعد كل فترة بتعب وبقع. والحالة دي انا بقيت اصلا لما بدخل في فترة ضغط وببقى عارفة ان انا الفترة دي ورايا فيها حاجات كتيرة قوي محتاجة اخلصها وانا ضغط على نفسي فيها، ببقى مستنية الوقت اللي انا هتعب فيه والوقت اللي انا هقع فيه. فانتوا تخيلوا انا وصلت لايه. هي يمكن تكون كويس ان انا فاهمة انا ايه اللي بيحصل معايا وايه اللي هيحصل معايا، ولكن انا ما كنتش بدي لنفسي وقت للراحة خالص. جه عليا وقت من السنة فعليا ما كنتش بفصل، ما كنتش بدي لنفسي وقت للراحة، وحتى دماغي كانت بتفضل شغالة طول الوقت. كان بيجي عليا اوقات فعليا انا محتاجة دماغي تقف، انا محتاجة دماغي تبطل تفكير، انا محتاجة ابطل حاجات كتيرة قوي انا بعملها عشان انا عايزة افصل. وكنت دايما بتكلم عن الراحة وعن ان احنا نكون محتاجين ناخد وقت للراحة، بس ما كنتش دايما بعمل ده مع نفسي. وللأسف كان برضو بيجي عليا اوقات لما كنت باخد وقت للراحة كنت باخد الوقت ده غلط برضو. ففي اخر السنة ادركت ان الراحة دي جزء مهم جدا 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 من نجاحي وجزء مهم جدا جدا من رحلتي. لان الرحلة زي ما فيها اوقات بنكون شغالين فيها ومنتجين فيها، بيجي علينا اوقات احنا محتاجين نفصل فيها عشان نقدر ان احنا نرجع نشتغل ونأدي الاداء بتاعنا ويمكن نكون بنأدي افضل. ففي 2026 مش ناوية استنى ان انا اقع عشان ابدأ ارتاح، وهبدأ اسمع عقلي وجسمي بدري اكتر من الاول. تاني غلط ومن الاخطاء اللي انا اكتشفت ان هي فعليا مهمة بعد شوية وقت وشوية مواقف كتير، وهو تجاهل الإشارات الصغيرة، واللي اتعلمت منه إني محتاجة أسمع لنفسي. في 2025، أو مش هقول في 2025 بس، يمكن أكتر من سنة كمان الموضوع ده مكمل معايا، إني كنت بتجاهل لإحساسي وبتجاهل لحدثي الداخلي. كلنا
بيبقى في حاجات كده لما بتحصل معانا بنبقى حاسين من جوانا إحساس داخلي، أو بيبقى عندنا حدث كده داخلي هيحصل كذا، ونبقى احنا حاسين بيه وعارفين ايه اللي هيحصل ومدركينه، ولكن احنا بنتجاهل ده ونقول يمكن يحصل عكس اللي احنا حاسين بيه. وبتبقى في إشارات خارجية بتحصل حوالينا ممكن تدينا يعني هنت لحاجة معينة ممكن نقع فيها أو غلطة ممكن تحصل معانا، وبرضو احنا بنتجاهلها لمجرد ان احنا ممكن نكون عايزين الحاجة دي قوي، فاحنا بنتجاهل اي حاجة ممكن تقول ان احنا مش هنكمل فيها او ان احنا هنفشل فيها، ايا كانت ايه الحاجة دي. فده اكتشفت مع الوقت او مع اكتر من موقف بيحصل، طب ما انا احساسي كان صح، طب ما انا حدثي الداخلي اللي كان بيقول لي هيحصل كذا فعلا حصل، وفعلا كان صح. طب انا ليه ما سمعتلوش من الاول؟ يمكن لو كنت سمعت لنفسي وسمعت الاحساسي ولحدثي الداخلي كنت تفاديت غلطة انا وقعت فيها، كنت تفاديت موقف وحش حطيت نفسي فيه، كنت مثلا بدأت ان انا اشتغل على الموضوع ده فما كنتش هقع في الغلطة دي، او كنت ادور لها على حل قبل ما تحصل. ايا كان، بس اكتشفت ان فعلا دي غلطة من الغلطات الكبيرة اللي كتير مننا بيقع فيها. فاحنا لما ما بنسمعش الاشارات الصغيرة سواء حدثنا الداخلي او اشارات خارجية، المشاكل بتكبر وبتوسع اكتر مما كنا نتخيل. ففي 2026 ناوية أسمع لنفسي أكتر، وهسمع لنفسي بدري قبل ما المواضيع تتعقد، وكمان أدي أهمية لمشاعري الصغيرة ولحدثي الداخلي. تالت خطأ كنت بقع فيه وهو تأجيل القرارات والتسويف، واللي علمني إن خطوة صغيرة أحسن من تأجيل كبير. كنت دايما بقول لنفسي هبدأ بكرة، أو لو في أي حاجة محتاجة مني موقف أو قرار بأجلها على قد ما بقدر، وبقعد أقول لأ أنا مش قادرة دلوقتي، مش قادرة أفكر دلوقتي، لأ خلاص بكرة، طب بعده، وببدأ إن أنا أأجل وأسوف حتى في أصغر التفاصيل والقرارات. الفكرة إن إحنا لما بنأجل في قرار أو في موقف أو في ردة فعل ده بيخلينا واقفين في مكاننا لوقت طويل، وطول ما احنا واقفين ومستنيين في مكاننا كده طول ما المواضيع بتتعقد أكتر وأكتر. فأنا اتعلمت إن التعامل مع القرارات المهمة بدري بيخلي حياتي أهدى وأبسط، واتعلمت إن أي قرار أو أي حاجة هتاخد مني وقت طويل في التفكير فالحاجة دي ما تلزمنيش، لان لو انا متردده في الحاجه وخايفه منها لدرجه ان هي توقفني مكاني مبقاش عارفه اتصرف فيها او اخد ردة فعل، فما اظنش الحاجه دي هتكون مناسبه ليا بعد كده. فانا في 2026 مش هأجل قراراتي لان مهما كانت صعبه في وقتها فهي هتريحني بعدين. رابع خطأ كنت بقع فيه وهو محاولة السيطرة والتحكم في كل شيء بيحصل في حياتي، وده اللي علمني ان مش كل حاجة محتاجة تحكم. كنت اغلب الوقت بكون حاسة ان انا محتاجة اكون مسيطرة على كل حاجة بتحصل في حياتي، واكون واعية وفاهمة كل تفصيلة صغيرة بتحصل في حياتي سواء كان شغلي او حياتي وحتى التفاصيل الصغيرة. بس اكتشفت ان السيطرة دي بتخليني جوه ضغط كبير جدا، وبتخليني اقع في اول خطأ انا قلته وهو اني دايما بكون ضغط على نفسي جدا، وده بيخليني بدخل في حالة صعبة جدا من الاوفر ثينك، عشان دايما بدماغي بتكون داخله في كل التفاصيل، داخله في كل حاجه، انا عايزه اكون مركزه في كل حاجه بتحصل، فبيخليني حاسه بضغط كبير جدا جدا على نفسي، ودايما بحس ان انا طاقتي منهكه ومخنوقه من كتر ما في تفاصيل كتير انا مركزه فيها. ومن هنا وبعد وقت طويل اكتشفت اني محتاجه اسيب الامور تمشي بطبيعتها، واني ادي مساحه اكبر للمرونه وللتجربه، عشان انا مؤخرا اكتشفت ان انا عندي مرونة وبقدر ان انا اتعامل مع كل المواقف ومع كل الظروف اللي بتحصل، ولكن ببقى دايما برضو عايزة ألم بكل حاجة بتحصل وماسكة الورقة والقلم في ايدي، وده صح ومناسب في مواقف واوقات معينة ولكن مش في كل الاوقات. ففي 2026 اتعلمت ان لو اي حاجة طلعت مش زي ما كنت عايزاها وحتى لو طلعت بايظة فيمكن ده يكون فرصة مش كارثة، وده الطريقة اللي أنا محتاجة فعليا أبدأ أفكر فيها. خامس خطأ كنت بقع فيه وهو إرضاء الناس على حساب نفسي، واللي اتعلمت منه إن الحدود مش أنانية. كنت بوافق على حاجات كتير
وأنا مش مرتاحة، وكنت باخاف أزعّل حد حتى لو أنا اللي هازعل، وده بيخلّيني باتحط في مواقف كتير مش بتاعتي أو باكون مش مرتاحة فيها ومش عايزة إن أنا أكون موجودة فيها. ومع شوية وقت وشوية مواقف اتعلمت وأدركت إن اللي يزعل من حدودي مش دوري إن أنا أداويه. كل واحد مننا ليه الzone بتاعته، كل واحد مننا ليه الprivate area بتاعته، كل واحد مننا ليه مساحته الشخصية، والمساحة الشخصية دي اللي بتشكل شخصيتي واللي بتشكل مبادئي وقيمي وبتعبر عني. فالحدود دي بإيدي أنا اللي أرسمها، فلو أنا ما رسمتش الحدود بتاعتي دي فهو طبيعي أي حد تاني يجي يسيطر عليا ويتحكم فيا ويتحكم في حياتي، وأنا مش محتاجة ده، أنا مش عايزة ده. أنا مش عايزة أبقى ماشية ورا قرارات غيري، أو أبقى ماشية ورا إن أنا مش عايزة أزعل حد أو مش عايزة أحرج حد، وبتحرج إن أنا أضايق حد أو إن أنا أحرج حد، فأنا اللي بتحط في الموقف الوحش وده مش أنا. فليه أنا محتاجة أعمل كده؟ أنا محتاجة أرسم حدودي كويس، محتاجة أرسم الspace بتاعتي كويس، وأي حد يبقى عارف الحدود دي ويبقى عارف يتعامل معايا إزاي. فلو في حاجة أنا مش مرتاحة فيها أقول لها لأ، لو في حاجة أنا مش حاباها أقول لها لأ، لو في موقف أو حاجة أنا مش قادرة أعملها أو مش دوري إن أنا أعملها أو مش حابة إن أنا أعملها برضه أقول لها لأ، زي ما أنا باقول لأ للدبانة دي دلوقتي. ففي 2026 راحتي مش موضوع نقاش، وحدودي جزء من راحتي، وده أهم حاجة بالنسبة لي. خامس خطأ كنت باقع فيه، وهاقول الجملة كده: الالتزام أهم من المزاج. بجد دي حاجة أنا محتاجة أدخّلها جوّه دماغي كده وأفضل راسماها، عشان أنا بجد، بجد، بجد باقع في الغلط ده كتير جدًا، وده اللي علّمني إن الاستمرارية أهم من الحماس اللحظي. كنت دايمًا باكون مستنية الحافز والشغف أو إن يكون في ظروف مناسبة أو مستنية حاجة معيّنة تحصل عشان أبدأ أنجز وأعمل كذا. زي مثلًا دايمًا بعد التعب بابقى عشان أرجع أشتغل تاني أو أرجع أنتج تاني، بابقى مستنية لأ، أنا عايزة أعمل في أوضتي تغيير أو عايزة أعمل كذا عشان أبدأ أشتغل وأبدأ أركّز وأبدأ أنتج، ولكن ده مش صح. وبرضه لمّا بييجي عليَّ أوقات باكون أنا مش قادرة، بابقى اللي هو إيه، لأ ما عنديش شغف، مش النهارده بقى، لمّا أبقى حاسة إن أنا قادرة. ولكن لأ، إحنا الالتزام سواء أنا قادرة أو أنا مش قادرة مهم. وفي فرق ما بين الالتزام وما بين الضغط، إن أنا يكون عندي حاجات أنا باعملها لازم إن أنا أعملها، غير إن أنا أكون ساحلة دماغي وساحلة نفسي ورا حاجات ممكن عادي لو أجلتها، ممكن عادي مش دورها دلوقتي أو مش وقتها دلوقتي، أو إن أنا محتاجة، ما أنا لو رتبت نفسي وعرفت الحاجات اللي أنا ملزمة إن أنا أعملها مش هاحط نفسي تحت الضغط ده، فأنا خلاص هاعمل اللي أنا ملزمة بيه وخلاص، وهاريّح وهاقدر إن أنا أرتاح وأقدر إن أنا آخد وقتي. أنا باحط لنفسي plan وبيكون فيها أوقات راحة، ولكن عشان أنا ما بالتزمش بيها، فبالتالي بيبقى أوقات الراحة دي برضه أنا مش ملزمة، أنا ما بالتزمش بيها خالص بكل الplan، وده بيوقّعني في تضييع وقت كبير أوي، وفي تسويف برضه كتير أوي. فاكتشفت مؤخرًا إن لأ، الاستمرارية أهم من إن أنا أستنى الحافز، وأهم من إن أنا أستنى يكون مزاجي رايق وأكون قادرة وأكون عندي شغف. فأنا هاخلّي بعد كده اللي بيحركني يكون دايمًا هو الهدف، ولا هو الشغف ولا هو الحماس ولا هو الحافز. الهدف اللي أنا حاطاه قدامي يكون هو اللي بيحركني وهو الأساس بتاعي لإنتاجيتي، وده كله من غير استعجال للنتيجة، لأن لو أنا استعجلت في إن أنا أوصل لنتيجة معينة أنا عايزاها، بالتالي ده هيخليني مش مركزة في الرحلة بتاعتي ومش مركزة في الخطوات اللي أنا بمشيها على قد ما أنا مركزة أنا عايزة أوصل لإيه وخلاص، وده برضه هيدخّلني في نقطة الضغط على نفسي، وده أنا مش محتاجاه. ففي 2026 حتى لو مش حاسة بالحماس، وحتى لو ما عنديش شغف، أورّط نفسي وأبدأ من غير ما أستنى لأي حاجة تانية، لإن ده هو اللي هيخلّيني عندي استمرارية، وهو اللي هيخلّيني أكمّل وأوصل للي أنا محتاجاه. ده رقم 7. ده رقم 7. سابع خطأ كنت باقع فيه وهو ليه علاقة بالعلاقات، واللي علّمني إن الحب والصداقة مش معناها إن أنا أضيّع نفسي. في 2025 أخدت بالي إن في بعض العلاقات باحاول أكمّل بأي شكل،
حتى لو حسيت ان في حاجة مضايقاني او مش مريحاني. يعني احيانا بسكت عن حاجات مضايقاني او ااجل نفسي شوية عشان العلاقة تستمر، بس ادركت ان العلاقة ايا كانت هي سواء حب او علاقة صداقة، لو خلتني اتنازل عن جزء من نفسي، العلاقة دي محتاجة ستوب، ومحتاجة اننا نتراجع بمعنى اصح. ففي 2026 ناوية اختار علاقات فيها راحة اكتر وحدود وتبادل، واتأنى شوية في الاختيار، مهم جدا. وبالمناسبة، اي شخص داخل على علاقة ارتباط او قراية فاتحة او كده، نتأنى شوية برضو في الاعلان. مش لازم في كل حاجة نطلع نقول عنها ونعلن عنها. استنوا شوية، اتأنوا شوية، اتأكدوا ان الشخص اللي معاكم شخص فعلا مناسب ليكم، وانتوا عارفين الشخص ده كويس، وعلى الأقل في بصيص أمل ان انتوا هتكملوا مع بعض، وبعدين اعلنوا. لكن مش بمجرد ما تقروا فاتحة، حتى لو الشخص ده، خصوصا لو العلاقة دي انتوا لسه بتعرفوا الشخص ده جديد لأول مرة، مش لازم تعلنوا وتتكلموا. خصوصا لو الشخص ده فعلا زي ما قلت لكم انتوا لسه بتعرفوه، لسه بتكتشفوه. استنوا شوية لما تعرفوا بعض، استنوا شوية لما تبدأوا تشوفوا بعض وتفهموا بعض. خصوصا لو في فترة يعني ما بين قراية الفاتحة والخطوبة. اتأنوا شوية، استنوا لما توصلوا ليفل الخطوبة وبعدين ابقوا اعلنوا. تامن خطأ كنت بقع فيه، وهو الخوف من أي حاجة تفوتني أو من إني أفوت الفرصة. وده وداني أكتر لإني محتاجة أثق في اختياراتي وأرتب أولوياتي أكتر. عارفين الفكرة لما بيظهر قدامكم أوفر وعرض لحاجة معينة، والحاجة دي انتوا مش محتاجينها بس بتبقوا خايفين تفوتوه، فبتروحوا طالبين الحاجة دي، وبعد لما تجيلكم تقعدوا تبصوا طب انا هستخدمها امتى وازاي وفين وجبتها ليه اصلا. دي نفس الفكرة، فكرة ان احنا بنخاف نفوت اي فرصة، بنخاف نفوت اي حاجة، عشان احنا خايفين طب ما ممكن يحصل حاجة حلوة فيها، ممكن نحس فيها بانبساط او بمتعة معينة. فبالتالي بنبقى بنوافق على حاجات هي مش صح لينا، مش من اولوياتنا او مش وقتها، وده بيجي على حساب حاجات تانية أهم. زي مثلا لما بنكون احنا قاعدين بنتعلم حاجة معينة أو شغالين على حاجة معينة، ويجي حد من صحابنا يكلمنا طب احنا هننزل يلا، فبنقول يلا، مع ان احنا لو ركزنا شوية، لا، الحاجة اللي انا بعملها دي أهم، وهي أولويتي أكتر، وهتساعدني ان انا أوصل لأهدافي أكتر وأسرع. وبرضو الخروجات والحاجات دي ليها وقتها، فانا ليه اوافق على حاجة على حساب حاجة تانية، او ان انا اعمل حاجة على حساب حاجة تانية. ودي غلطة بجد انا دايما بقع فيها، ان دايما بقول ماشي يلا، طيب اوكي، اي مشوار ماشي معاكم، طيب ماشي تعالوا نعمل كذا، وانا ببدأ اقترح. وده بيخليني اقصر في حاجات كتير بكون انا محتاجة اعملها، وفعليا الحاجات دي من اولوياتي. فتعلمت اني مش لازم اكون في كل حاجة. لو صحابي خارجين ما عادي يخرجوا مع بعض ويتجمعوا هما، مش لازم اكون موجودة، لان انا ليا اولوية مختلفة عن اولوياتهم وترتيب حياتهم هما كمان. وبرضو ده بيخليني دايما مترددة لو انا بختار ما بين حاجتين. يعني لو انا بختار لبس، لو انا بفكر في اي حاجة وبختار ما بين حاجتين، دايما بكون مقلقة. انا لما بيجي اي حد بيكلمني عايز يبعت لي جفت او كده ويقول لي اختاري، بفضل واقفه كده ومعلقه كتير، لحد ما بقول لهم ابعتوا اللي انتوا عايزينه. بجد انا لو فضلت افكر وفي اختيار، فانا ببقى خايفه طب ما ممكن يكون ده احلى، طب ما ده ممكن يكون شكله احلى عليا، طب ما ده ممكن لما احطه يبقى انسب من ده، وافضل دايما محتاره ومتردده. فانا محتاجه ان انا ابدا اشتغل على الموضوع ده، ابدا اشتغل ان انا اثق في اختياراتي وفي قراراتي اكتر من الاول. ففي 2026 هختار اولوياتي بهدوء اكتر، واثق في اختياراتي بدل ما دايما اعيش في التوتر والتردد ده. تاسع خطأ والاخير، وهو التوقعات من الناس. وده اللي وداني ان انا محتاجه اقبل الناس زي ما هي واقلل توقعاتي. في اصوات كلاب كتير تحت، معرفش هي ايه وضعها في الفيديو في الصوت دلوقتي، ولكن الموبايل هيفصل شحن، فاحنا محتاجين نكمل. فيديو فيه كل الصعوبات اللي ممكن اي كونتنت كريتور يلاقيها، بس انا مكمله ان شاء الله الموبايل يكمل معانا للاخر. السنه دي حصل حاجه من شخص انا كنت عشره جدا 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 مع الشخصيه دي، وكنا قريبين قوي. وفجاه لما حصل تصرفات ما كنتش متوقعاها، حسيت ان انا مصدومه، حسيت ان انا عندي مفاجاه، هو ممكن حد يعمل كده؟
وممكن حد قريب مني يعمل معايا كده او يبقى واصل للليفل ده. طب الشخصيه دي ازاي انا ما اكتشفتهاش قبل كده في الشخص ده؟ طب ازاي الحته دي انا ما شفتهاش وما كنتش متخيله ان هي ممكن تحصل؟ فحسيت بصدمه ومفاجاه كبيره قوي. ولكن اكتشفت ان مش كل الناس زي ما انا متوقعاها، ومش كل الناس هتبقى زي ما انا رسماهم. انا رسمه شخصيه، مهما كنا عشره ممكن في لحظه العشره دي اتفاجئ بيها عادي جدا. وده يعني على مدار السنه لما بدأ يحصل مواقف كتير فبقيت خلاص بقى عادي. ولكن في بداية المواقف كنت مصدومة، مش متخيلة ازاي الشخصية دي طلعت كده. وانا محتاجة اقلل توقعاتي شوية، محتاجة ابقى عارفة ان كل شخص عنده طريقة تعبير وطريقة تصرف ممكن انا اتفاجئ بيها عادي جدا. لان عادي الناس ممكن في ثانية بتتغير، ممكن في ثانية مشاعرهم تتحول من ناحيتنا. فالله اعلم ممكن تكون الاسباب ايه، بس ده بيحصل عادي جدا. ففي 2026 قررت ان انا اقلل توقعاتي واتعامل مع كل شخص زي ما هو، وبطل ان انا اتفاجئ واتصدم. وبس كده، دي كانت اخطاء انا وقعت فيها في 2025، وحطيت ايدي عليها وبدأت ان انا اخد منها دروس اتعلمها، عشان بجد هتفرق معايا كتير قوي. وقلت ممكن يكون شخص منكم زيي، او حتى لو ما وقعش في الغلطات دي او ما وقعش في الاخطاء دي يمكن يسمع مني يتعلم ما يقعش فيها، فابقى اكون انقذت حد من انه يقع في نفس الغلط بتاعي. وبس حبيت فكرة الفيديو، حبيت ان انا قاعدة بتكلم معاكم كده، حاسة ان ده ممكن يخلينا اقرب. فقولوا لي لو انتم حابين اي افكار تانية نتكلم عنها، او اي مواضيع تانية نبدأ نتناقش فيها، اكتبوا لي في الكومنتات. وبس كده يا حلوين، كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو أفادكم وعجبكم وتكونوا استفدتم منه فعليا وطلعتوا منه بحاجة تفرق معاكم. ودلوقتي أقدر أقول لكم ربنا يحل أيامكم وأشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.